انا بدون مبالغه بقالي اكتر من 3 ايام بحاول اعمل انترو للفيلم ده، بس ما لقيتش اي كلام اقوله في الانترو احسن من كلام ابطال الفيلم نفسهم عن الفيلم. طب تعالى نبدا بابطال الفيلم، ولا اقول لك انا هبدا لك بمنتج الفيلم نفسه. هنا المذيعه كانت بتسال المنتج محمد السبكي ايه اكتر حاجه عملتها وندمان عليها، فرد عليها وقال لها فيلم انا عملتهم وندمت ان انا عملته. فيلم زباله انا عملته، فيلم اسمه مهم، فيلم قديم. شوف السؤال مفتوح جدا، يعني كان ممكن يجي في دماغه اي حاجه غلط عملها في حياته، مش شرط فيلم. لا ده اول حاجه جت في دماغه الفيلم. فانت متخيل الموضوع مأثر فيه قد ايه؟ انت متخيل مضايقه قد ايه؟ طب تعالى نروح لفيفي عبده. السبكي قال انه مهمه في فيلم قديم فيلم فاشل، وعنده حق. انا قلت قبل منه انه فيلم فاشل. هم حرفيا بيتسابقوا على مين اللي يقول ان الفيلم ده فاشل الاول. ها يا عمو ادوارد، ايه اقوالك في الفيلم ده؟ فيفي عبده قالت انها ندمانه على فيلمها معاك مهمه في فيلم قديم، وانت شايف ان عندها حق ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي. انا وهي ندمانين على فيلمنا معانا. طب وانتوا ازاي قبلتوا الفيلم وانت عارف ان السيناريو بيتنايل ب 60 يوم؟ انا جيت فتره كبيره في حياتي كنت عامل مرحله انتشار واشتغلت افلام كتير انا نفسي مش حاببها، بس كنت لازم اعمل مرحله الانتشار دي عشان الناس تعرفني. طب انت بقى واكل معاك الكلام ده كله؟ طب ليه يا استاذ محمد السبكي عملت الفيلم ده وعملته تحت ضغط. لا معلش ممكن تعيد لي الحته دي تاني؟ وعملته تحت ضغط. طب نسمع باقي كلام فيفي عبده. طب ليه عملتيه؟ انا عامله خلاص هو جه كده، حتى هو قال وحش وانا قلت ندمتي وحش انك عملتيه؟ جدا. طب وافقتي ليه؟ ما كنتش عارفه ان الفيلم مكتوب كده وما ما قريتوش. طب مبدئيا كده مفيش ممثل ما بيقراش الفيلم قبل ما يوافق عليه، وكمان على حسب كلام ادوارد هنا الاجر ما كانش تمام. طب بص هنا كده، مهمة فيلم قديم. هو الفيلم ده اسوأ فيلم عملته. 11 يوم عملته في 11 يوم. 11 يوم، 5 ايام في الحاره، يوم في الفيلا. اخراج محمد السبكي اساسا هيطلع ايه؟ شوف عمال يخبط ازاي. هنا بقى انا اتاكدت من شكوكي وان الفيلم ده وراه حاجه، وده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. فتعالى بقى نشوف الفيلم اللي عامل الحوارات دي كلها ومشروبك المفضل، وتعالى ورايا. بنبدا عباسنا بجمله العيال احباب الله، وشوف بقى تحتيها كاتب عمر نصر اللي هو في الاصل فاتح مكان زي بلاي ستيشن كده بيلعبوا فيه العيال الصغيره. فالواد الصغير كعاده اي طفل بتضربه ويطلع يجري بيشتم عم نصر، وحتى الحلاق بيشتمه بيقول له وشك عايز له ازاله. انا والله ما عارف يا عم نصر، يعني عدى 3 دقايق من الفيلم وكل اللي بيحصل انك بتتهزق من كبير وصغير. فبيجي زلطه واللي المفروض ان دوره في الفيلم الوحيد انه بيرد على العفويه لما تتصل بيه، فبيمسك الواد اللي شتم عم نصر وبيقول له كرم عمك كده ليه مسقط امك. يا اسطى بعد اذنك بس يعني ممكن تقرب. ايوه تعالى عايزك. طب من اول دلوقتي كده يا اسطى عشان انا برضه اخوك وبخاف عليك، عايزك تحط حديد، حط حديد علشان اللي جاي بيعور جامد وبيسيب اثار قد تؤدي الى عدم الانجاب. بيدخل زلطه ومع بعضا من الميوزك التومانجيريه التصويريه بيلف الكروم بلفه المخدات، يعني اللي هو يعني شايف الكوميديا. بص على الكوميديا، شوف امسك الكوميديا. فعلشان يكتمل الافيه طنط فيفي عبده بتقول له ما تولع الصباع اللي في ايدك بالمره. فبالفعل ملك العفويه بيعمل كده. انت فين يا ضحك يا ضحك؟ هتقول لي ازاي الكرومبايه ولعت؟ مش المفروض انها مليانه سوائل؟ فمنطقيا المفروض ده ما يحصلش. ايه منطقيا؟ بس اسمعش منك الكلمه دي تاني. ده لسه في عبد الحليم حافظ جاي، وهندخل جوه افلام قديمه، وادوارد هيتجوز معزه، وناس هتتحدف من على السطح ويطلعوا عايشين. ده لسه بدري. وقبل ما نكمل زود لي حديد الله يرضى عليك. امن نفسك يا قلب اخوك، الخلفه نعمه كبيره من عند ربنا والله. بنلاقي شرنوبي وهو سارق معزه صفيه وبيطلع يجري بيها، وبيقول ليه بقى اللي هيقرب هيفجر المعزه في دماغه. انت متخيل الافيه يا اسطى؟ انت فاهمني؟ المهم ان مع بعض الافيهات الرخيصه والموسيقى التصويريه الطفوليه وحركات الكرنج الخام بيخلص المشهد على خير. مش على خير قوي يعني، في اصابات بس تمام يعني عايشين. بنعرف ان شرنوبي مغني بيغني في الافراح اللي تحت السلم، فحموده بيقول له عيب لما تغني في فرح البنت اللي بيحبها. فبنعرف ان شرنوبي وافق علشان ما بيصدق يجيله فرح كده ولا كده، وانه من الاخر مغني هابط. المفروض بقى ان شرنوبي يخاف لما احمد فتحي عمل الحق. يعني بص والله انا حاسس ان انا بتفرج على توم اند جيري. ام ماندو بتروح تقعد مع ام شرنوبي وبتشتكي لها من ابنها علشان اخد المعزه بتاعتها. ولاجل نصر كوميديا الخليل كوميدي بنسمع صوت قطه بتنونو علشان نسمع الافيه منص ولا من عايز صايد ومدمن. لا ما تقوليش كده على مندو مش مدمن، مندو يا دوب بيبرشم. حط حديد يا اسطى، حط حديد كمان وكمان، زود لي حديد احميني. لا وخدت بالك من ساوند افكت اللي جه بعد الافيه ده؟ يعني اسمع كده. يعني هم حاطينها كنوع من انواع التن ترارارن تنتن، ولا كانوا بيفكروا في ايه وهم بيعملوا كده؟ حموده بيروح يكسر مواسير بتاعه الصرف علشان فرح البنت اللي بيحبها يبوظ. وطبعا ازاي يعني فيلم السبكي من غير اغنيه كرنج؟ لا ومش بس كده، عندنا عرض كمان. الناس بتبص للكاميرا وكله قشطه عادي. هناخد ال 200 جنيه ونروح. بس انا برضو مش فاهم ازاي واحد غنى في الفرح والمجاري مغرقه الشارع. اللي هو بص يعني شرنوبي مش هيغني علشان
المجاري ضربه والفرح بايظ، بس واحد تاني هيغني عادي جدا. انا والله ما بقتش فاهم حتى اللي انا فاهمه ده صح ولا غلط. المهم بقى ان شرنوبي بيطلع على الستيج وبيحاول ياخد المايك من اللي بيغني، فاللي بيغني بيضربه. المشكله بقى مش هنا، المشكله ان الاغنيه شغاله عادي جدا والمايك في الهواء، بقول لك على الكبيره وصوت اللي بيغني شغال كمان، كانهم بيعملوا ليبسنج على الاغنيه. شرنوبي بيروح البيت ويا سبحان الله المجاري افتكرت انها ضربه وغرقته وهو مروح. المهم انه بيروح يشتكي لامه من الدنيا وهو يكلم امه وامه عماله تسحبها له اسكندراني. المهم ان شرنوبي بيستحمى من البلاعه اللي وقع فيها، بيروح يضرب جبايه وهو بيتفرج على فيلم لعبد الحليم، فعبد الحليم بيطلع له من التلفزيون ويقعد معاه. الموضوع سهل كده. المهم ان عبد الحليم نفسه قال اللي كان المفروض يتقال بس انا ما ينفعش اقوله، فالراجل عمل الواجب يعني وقال له دمك خفيف يا ابن الشر. لا هوب ما انتش يا باولو. بعد اذنك ممكن بس اطلب منك طلب؟ ممكن تسمع الساوند افكت اللي بيحطوها؟ طب بلاش ده، اسمع ده كده. طب بص ده كده او ده او ده. عارف المونتير عمل ايه؟ دخل يسيرش على تأثيرات صوتية مضحكة جدا 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 جديدة للمونتاج يستخدمها المشاهير. بحث. شرنوبي بيدخل الفيلم اللي كان بيتفرج عليه مع شويه تمثيل مبتذل وساذج. شرنوبي بيروح يقعد مع مفتاح وكل ما يكلمه كلمتين يقول له دي بنتي يا ناس بصوت عالي ومفتعل. المهم ان شرنوبي بيحلف انه هيتجوز بنته ويجيب لها كل طلباتها. بين قوسين هو مش عارف هيعمل ده ازاي، بس يعني قشطه تمام. المهم ان ابو البنت اللي لحد دلوقتي مش عارفين فرحها ده باظ ولا اتعمل ولا ايه اللي حصل، جمع الرجاله واتخانقوا لسبب لا يعلمه الا الله، هم نفسهم مش مقتنعين بيه. وهوب مره واحده في المشهد اللي بعده بنلاقي فيفي عبده بترقص الرقصه دي. انا والله كل اللي بحلم بيه اني اعرف انت كنت بتفكري في ايه، هي كانت بتفكر في ايه وهي بتعمل حركات الكرنج دي. عاوز بس افهم هي فاكره الناس هتشوف المشهد ده ازاي، ما هي تبقى مصيبه لو فاكره انها كده بتضحك. شرنوبي بيرجع لامه مضروب وبيكلمها في ايه ده، هو ده ميك اب الضرب يعني ولا ايه، هو مضروب في عينه بس، وايه الدوائر اللي حوالين عينه دي بتفكرني المهم ان شرنوبي بيطلب من امه انها تديله الغوايش بتاعتها علشان يبدا بيهم حياته، وبيروح لابو كريمه اللي بيحبها وبيتخانق مع ابوها علشان ابوها كان مديله مهله يجهز نفسه وكذب على شرنوبي وجاب لها عريس قبل ما المهله تخلص. المهم ان ما بتحصلش اي حاجه غير انهم بيغلطوا ابو كريمه بس مش اكتر، واللازمه بتاعته كانت كرنج جدا. كل ما حد يتنفس يقوم قايل له دي بنت يا ناس. المهم ان المهله فاضل لها 5 ايام والمفروض انه لازم يجهز نفسه بطريقه ما محدش يعرفها هو نفسه ما يعرفهاش. وشرنوبي وكريمه المفروض انهم بيمثلوا مشهد درامي بحت كان سببه انهم خايفين ما يتجوزوش وبيندبوا حظهم المهبب. انا بقى ما اقتنعتش بالمشهد ده تماما، ومش علشان تمثيلهم وحش ولا حاجه، يعني هو بصراحه تمثيلهم وحش وكل حاجه، بس ما يعني انا لو شفت المشهد ده لاول مره هقتنع 1,000,000% انهم بيعملوا سكتش كوميدي بيتريقوا على الافلام الدراميه زي سكتشات احمد رمزي كده، بس على قد ان التمثيل كان فيه العيوب دي كلها، بس انا متاكد ان المشكله الاكبر في الموسيقى التصويريه. يعني مثلا ممكن ناخد المشهد ده من فيلم تيتو، يعني بص المشهد كده، عندي قطه وانت لا. هو تيتو حرفيا غز الراجل، بس انت مش قادر تحس باي حاجه داركي بسبب الميوزك. خد بقى كلامي وطبقه على الفيلم كله علشان مش كل شويه اقول لك الميوزك خلي بالك من الميوزك وبتاع، بس يعني ده ما يمنعش اني هسمعك الساوند افكت الكرنج كل شويه. المهم ان بعد كل الهري ده كل واحد فيهم قعد يقول للتاني ان هو بيحبه والحوار خلص. طب ليه العياط ده كله؟ ما حدش عارف. المهم ان شرنوبي بيروح عادي جدا يضرب الحته بتاعته ويتفرج على فيلمه القديم، وبيدخل في الفيلم وبيطلع بدور مدرس موسيقى، وبتكون كريمه وميرفت هيقطعوا بعض عليه بجد، اللي بقوله لك ده حقيقي ومش بهزر. المهم اننا حرفيا ما بنستفادش اي حاجه من المشهد ده غير ان شرنوبي معتوه وان شيماء ما بتحبوش وبتضربه بالنبله. المهم انه لما بيتضرب ويفوق بيصحى يلاقي امه جايبه له دجال وبيقول له ان الاسياد طالبين كباب وكفته، فسبحان الله شرنوبي المفتح بيفهم ان الراجل ده نصاب. مره واحده بنلاقي ان ام شرنوبي فهمت في نفس اللحظه، تحسها كانت مستنيه شرنوبي يقول لها ان الراجل ده نصاب علشان تدرك ده. المهم انهم بيرموه من على السطح وقال الموضوع بالسهوله دي، ما تسالنيش عدت ازاي علشان ربنا ما عرف، انت ما تعرفش اللي فيها هتعرف اللي فيها كمان شويه. المهم ان عم نصر وام ماندو طلعوا مرتبطين وبينزلوا القهوه يباركوا لماندو علشان امه هتتجوز. هتقول لي ايه فايده الكام مشهد دول؟ هقول لك بص الفيلم كله ملهوش لازمه فما تسالش السؤال ده تاني ماشي. عم نصر بيجيب واحده تعيش عنده اسمها انجي وبيكون لبسها مش تمام لدرجه ان ما ينفعش اخليك تشوفه، فرجاله الحاره بيفتكروها غازيه وعم نصر بيبنج بونج معاها، هو عندهم حق بصراحه. المهم ان شرنوبي بيروحوا معاه عبد الحليم، لا مش عبد الحليم صاحبه ولا حاجه، لا ليتر لعبد الحليم. المهم ان النجم بيرمي نفس الافيه تاني على شرنوبي. سلام يا ابن الشر. تحس انه قاصد بجد والله، لا مش قاصد الافيه، قاصد يشتم ادوارد بجد يا ابن شرنوبي. بيروح يضرب الصاروخ بتاعه وبيروح الفيلم القديم تاني وبيعمل حركات اقل واحد ماسك سلك كهرباء عريان. المهم اننا بنعرف ان عم نصر في مكان ما وزمن ما كان راجل غني جدا، وكريمه تبقى بنته وجايبه له ادوارد يعلمها الموسيقى علشان تتفوق على ميرفت اللي هي تبقى بنت منافسه في السوق. بس على كده المشهد بيخلص. هتقول لي ايه لازمته؟ هقول لك والمرسب والعباس معرف. المهم ان زلطه بيبص على انجي وهي في الاوضه بتاعتها، ولما انجي بتاخد بالها بتروح تشوف فيه ايه، فزلطه بينط من السطح. هي دي تقريبا هوايه عندهم، او لقوا ان السطح اللي بيصوروا فيه في حاجه تسند تحت، يعني اللي هيقع مش هيموت، فتحس شكل الكاتب اللي هو عارف وقع من على السطح، نط من على السطح،
خطر. المهم ان الدجال بيطلع عايش جدا يعني سبحان الله، وبيكون جاي علشان يطلع العفريت اللي لا مؤاخذه راكب انجي، ومفيش اي حاجه حصلت بجد. المشهد ملوش لازمه والله، تحس ان الفيلم كله عباره عن حشو. وشرنوبي بيضرب الصاروخ بتاعه بيرجع للفيلم القديم، بس المره دي بيكون معاه حموده ومفيش اي حاجه بتحصل برضو، اللي هو يعني راحوا يصوروا يلا انا بكلمك بكل جديه، انا بفكر الغي الفيديو يعني حاسس ان الفيديو نفسه هيكون حشو في التشانل على الفاضي. المهم ان انجي بتقول لي شرنوبي يا شرشر، يعني بكلمك بجد، بكلمك بجد. الحاجات دي في الفيلم انا مش مخترعها. واحد يقول له يا ابن الشر، تانية تقول له يا شرشر. المفروض ادوارد ينهي حياته بعد الفيلم ده. عبده بيجي لشرنوبي وبيقول له روح نام تاني علشان يدخل في الفيلم، وبيمثل بالطريقه دي. قال يعني ده يعني انت فاهم بقى، شوف عنتيل تمثيل، فحل تمثيل. المهم انك لازم ترمي لي الفيلم ده كله علشان هنيجي للاغنيه العبقريه أزأز كابوريا. كلمات الأغنية بتقول أزأز كابوريا، أزأز كابوريا، لو أزأزوني هأزأز إيه. والرمزية العبقرية اللي بتتكون في جملة الشنجربنجن. طيب خلاص انا قررت اكنسل الفيديو ده يا رجاله. المهم ان عم ناصر بيتجوز ام ماندو، ام ماندو بتقع في البلاعه في نفس الوقت اللي شرنوبي بيبقى خلاص هيتجنن فيه علشان عبده ظاهر له وبيكلمه قدامهم. المهم انهم كلهم بيتاكدوا انه اتجنن خلاص، فرجاله الحاره بيتجمعوا علشان يشوفوا حل لشرنوبي. فالحل بدل انهم يقفوا جنبه جابوا له مستشفى المجانين، وبطريقه ما خلع من المستشفى وجالهم وغنوا الاغنيه العظيمه انا عندي شعر. المهم ان الفيلم خلص. روح بقى اتاكد ان الاي كيو بتاعك ما قلش. تعالى لي بقى علشان وربنا انا ما فاهم حاجه. ايه ده انت فاكرني اقول حاجه وكده وزي كل فيديو بتاع؟ لا انا عايز اللي يفهمني، يعني عايز اللي يفهمني ايه اللي انا شفته ده. انا بعتذر للفنان حماده هلال علشان انتقدت الفيلم بتاعه قبل كده. بصراحه تيجي للحق الفيلم ده عمل حاجه ما حدش عملها، بكلمك بجد والله. عمل ايه بقى؟ ما عملش حاجه، لا حرفيا ما عملش حاجه، ودي نقطه في صالحه. ده بسم الله ما شاء الله سوبر هاتريك، ولا كتابه ولا مونتاج ولا تصوير ولا موسيقى تصويريه. عارف انا لما بشوف الفيلم ده بحسه شبه جمله فيلم تجاري. وخلي بالك انا قبل ما اتكلم عن الفيلم ده فكرت كتير، اصل انا ما بحبش اروح عند ايدي القرد وابوسها، ما بحبش اصطاد افلام من البلاعه واجي اقول لك شوف الفيلم الوحش. علشان كده بقى انا اخترت الفيلم ده لما لقيت صناع الفيلم نفسهم بيعيبوا فيه. في عبده كانت بتحور وباين على كلامها، وكذلك ادوارد كانوا بيحاولوا يحطوا الفيلم ده في برواز الفيلم اللي عملناه وطلع وحش، لحد ما السبكي نفسه طلع وقال ان هم مجبورين يعملوا الفيلم ده. فالفيلم تافه بس بيملى فراغ تفاهته دي القصه الغامضه اللي وراه. والفيلم ده اتعرض على ناس كتير وبسم الله ما شاء الله كلهم رفضوه، ما عدا الكام واحد يعني اللي مثلوا فيه. فانا نفسي ما فهمتش حاجه من الفيلم، ولا موعظه ولا قصه ولا تمثيل ولا اي حاجه. تحس ان احنا جبنا وقت الحشو اللي بيعملوه صناع الافلام كلها علشان يملوا الفيلم وحطيناها كلها في عمل سميناه فيلم. بس برضه ما نقدرش ننكر ان الفيلم ده فادنا في حاجه واحده بس، انه عرفنا اضرار البني وبس كده. يعني الحمد لله الفيديو خلص، واتمنى ما تعملش انسبسكرايب، يعني اوعدك مش هجيب افلام زي دي تاني. اعملي فولو بقى على الانستا وعلى الواتساب علشان بنناقش عليهم الحلقات اللي بتنزل هنا. واخر حاجه احب اقولها الشنجربنجن.